أسوي كوبة الموصل الكبار. راح أبدي أول شي من اللحم. جبت قطعة شبيرة وأنا راح أقطعها. الماكينة شكلتها على راس الشبير للحم طبعا. نقطع اللحم شمتها ونرجع حتى نبتي. قلنا طبعا بديت باللحم. خلينا على قطوة. الشغلات الفات مو زينة أخذتها من اللحم شلتها، وهسه نبدي الثرم. بديت بثرم اللحم. هنا دا أسوي لحم الحشوة مثل ما تشوفون بشوية ليا فات. هم دا أضربه بالماكينة براس الشبير. هسه نبدي نسوي العجينة. راح أخلي طبعا أنطيكم قياسات قليلة لأن أنا دا أسوي كمية كبيرة. راح أخلي أني 20 كوب جريش. خليت 20 كوب جريش. راح أخلي عليهم 20 كوب برغل ناعم. هنا توقفت الكوب 19. الكوب 20 راح أخليه برغل أسمر. اللي ما متوفر عندها عادي تقدر تكمل الكمية بالبرغل الأبيض الأصفر. هذا راح ينطيها لون حلو. هسه للمقادير القليلة الكل كوب نفسه برغل أو كوب جريش ياخذ كوب برغل، يعني 3 كوب جريش تاخذ 3 كوب برغل 3 كوب لحم. نخلط كل شي سوا. أنا ايش سويت هنا لأن كمية كبيرة ضفت 20 كوب جريش 20 كوب برغل. والبرغل أخلت 19 أصفر وواحد أسمر حتى تنطيها لون حلو. واللي ما متوفر عندها برغل الأسمر عادي تكمل بالأصفر. وهسه راح أخلي 20 كوب لحم. وانتو شو راح تسوون إذا كمية قليلة؟ خلينا نقول 3 كوب جريش 3 كوب برغل 3 كوب لحم. تري 3 4 ونكمل. بعد ما ضفت اللحم جهزت مي بارد كلش. هسه نبدي بالعجن. عندنا ملاحظة، هاي الكوبة ما بيها شي اسمه ننقع الجريش او ننقع البرغل. ينخلط وهو بدون مي، ينخلط ويا اللحم. بعدين نبدي نضيف المي تدريجيا. راح اخلط اللحم ويا الجريش والبرغل ونبدي نضيف المي تدريجيا لحد ما تتماسك ويانا. خلطت المواد سوا. هسه راح املح العجينة مالتي. القياسات الكل شي انا استعملت الميجرمنت كاب، كوب القياس. يعني ما خليت لا استعملت لا قلاص مي ولا كوب شاي. استعملت الميجرمنت كاب حتى الكل تعرف القياس المضبوط. بالميجرمنت كاب راح ابدي انزل المي. راح نبدي اول شي 3 كوب وارجع اعجن. بعد 3 كوب رجعت خليت 3 بعد بس صاروا 6 لان اني مخليه الكمية عندي كبيرة. فانتوا ضيفوا المي تدريجيا اذا تسوون كمية قليلة حتى تعرفوا. عجنتها جانت كل شي سوا. طبعا خليت ببالي انه ما اخلي مي هواي بيها لان بعد من انزلها بالماكينة راح شوي انزل مي على العجينة حتى تصير مضبوطة وياي. وكل ما تكون العجينة قوية بايدك تقدرين تسيطرين عليها اكثر. هسه احنا هاي ما راح ننزلها كلها بالماكينة مرة واحدة. راح ناخذ على قد الكبة او الثنتين والباقي نغطيه. نشتغل على الكمية اللي اخذناها كبة 2 3 خاصة اذا بوحدك. وبعدين نرجع كل شوية ننزل كمية بالماكينة ونكمل. هسه نغير راس الماكينة. اخلي الميديم. ننزل كمية بالماكينة ونشوف. قبل
نبلل ايدي شوية بالمي ونشوف العجينة مالتنا. شوفوا هي متماسكة. هسه راح ارجع عليها بالراس الصغير. اللحم سويته لارج، والثانية عجنة، اول عجنة ميديوم وثانية عجنة راح تكون بهذا، وتطلع العجينة عندنا توب. شوفوا شلون تماسكت. هنا انا جهزت كمية تكفيني تقريبا الكوبتين. راح ارجع عليها اثرمها بهذا الراس، وبعدين اروح اسوي الحشوة بين ما ترتاح العجينة يمي. هي من هسه متماسكة، بس نرجع ننزلها بالماكينة مرة ثانية. هاي الكمية اللي نزلتها بالماكينة، اول شيء الكمية اللي راح اشتغل عليها رجعت عليها، رشيت عليها شوية مي، وهاي راح نغطيها ونتركها. غيرت للراس الصغير، راح ارجع انزلها مرة ثانية. هسه هاي اخر مرة راح تنزل بالماكينة. شوفوا العجينة، خبر شوفوا العجينة مالتنا شلون طلعت بعد ثاني فرمة بالماكينة. هسه راح اتركها تبرد لان هي حارة للماكينة، وانتقل اسوي الحشو. هسه نسوي البصل. راح استعمل اني الكمية اللي سويتها 10 حبات بصل. هذا الحجم كلش مناسب. نخلي ملح على البصل حتى ينزل المي مالته، لان مي البصل يزنخ اللحم. نتركه ربع ساعة ونرجع. نخلي البصل بمصفي حتى ينزل المي مالته كله. نتبل اللحم مالتنا، نخلي فلفل اسود، ملح، وبهارات كبة او 7 بهار، ما نكثر حتى لا يضيع طعم اللحم، او حسب طلب الكاستمر. كلها متوقفة على ذوقكم انتو بالتتبيلة. صارت البصل من المي مالته ونزلته باللحم. هسه راح اخلط كل شي سوا حتى نبدي تشكيل الكباب. طبعا نقدر نقول كل واحدة طريقتها، بس الطريقة الأصلية لهاي الكبة انه الحشوة ما نطبخها وهي نية، نخليها بالكباب مالتنا. بس اكيد كل الناس خير وبركة تسوي مثل ما هي متعودة عليها، بس الطريقة الأصلية انه الحشوة ما تنطبخ. هنا عندي المشين مال تورتيا ميكر. هاي كلش تسهل الشغل عليكم. طبعا ثقيلة كلش هواي، بس تشيل الشغل من عليكم وتسويه كلش سهل. نفتحها، نخلي قطعة نايلون اول شي، نسحب المي، ناخذ طوبة العجينة مالتنا، نخليها قطعة، نسحب المي، تطلع بهالشكل هذا. طبعا راح ارجع عليها بالشبك حتى اخففها بعد لحد ما يبين. هو اوريدي دا يبين الضوء منها، بس راح ارجع عليها بالشبك افتحها بعد. بس شنو هاي المشين تاخذوها ما راح تخسرون ابد، لان تشيل جهد من عليكم كلش هواي. السلق طبعا راح نخلي ملح، شوية سيتريك اسيد اللي هو الليمندوزي حتى تمسكها ما تتفتت ويانا، شوية بيكربونات الصوديوم، بيكنج صودا. بعد ما فتحتها بالتورتيا ميكر راح ارجع شوية بالشوك، يعني هي تمام ما يرى لها اي شي، بس
حتى نتأكد انه خفيفة الطبقة تكون. طبعا الكبة متوقف عليكم، والحجم يكون قبق مع الجدر. اللي سألتني على هاي التورتيه ميكر اخذتها من امازون. نشيل هاي العجينة، نفتح اللخ. شوفوا هي ما يحتاج لها اي شيء، تنفتح بس حتى تتأكدون انه الطبقة خفيفة. بس الماشين مسوية غير خوش شغل، تسوي خوش شغل. ما تخليكم تتعبون، خاصة بهاي الكبب لان يحتاج لها شغل ومجهود هواي. نفتح اللخ، نخلي الحشوة ونبتعد عن الأطراف. نجيب طبق اللخ بهالشكل هذا، نبدي بالمي، نطلع الهواء، نتأكد انه ما بيها اي هواء. شوفوها نجيب هالشكل هذا حتى نسد الأطراف. والكبة صارت جاهزة عندنا. واحدة حتى نشوف شلون طلعت الشي المتقلة. ننزلها بالماء والنايلون نشيله بكل سهولة، ما نسحبه لحد ما هو ينشف. شو وقت نعرف انه هي انطبخت؟ لما تطلع فوق الماء ونشيلها. هاي بعد ما سلقتها وطلعت الكبة فد شي صدق يعني روعة. اطفوا على المقادير اللي نزلتها والكبب راح تطلع عندكم بهالشكل هذا، فد شي just amazing. نكمل ونشوفكم. هسه نفتح واحدة منهم، طبعا قليتها بالزيت. هاي الكبب مالتنا شلون تتأكدوا الناجحة؟ انه تكون لازقة. هيجي تطلع عندي الكباب.